اجيب تراب واعجنه انقعه، احط على نيلون واحط عليه ملح واحط عليه شعر واحط تبن واعمل، والعالم تجي تاخذ. ابو 25 يعني بدي ب20 حسب يعني ازبونات، يعني حسب القدر. اللي عنده شويه نوبات ابيع 35، نوبات ب20، نوبات 25، يعني هيك كذا مشكل. احط شعر والله هو تعب. ملح والله العظيم الكيس حقه 13,000، يعني شو اربح؟ اسوي لي 4-5 تنانير بكيس واحد، وهذا شغلي. مشان شنو؟ لو لي هسه عندي شيء انا ما اسوي هالتنانير، مشان اعيش انا اول باول، يا الميه يا حق خبز يا كيلو سكر يا كيلو بندوره، وهذا هو. تراب اجيبه من هذا البيشوك تبع الخرنوب، هذاك هو تراب للتنور كويس. من بعد الجريح يكون قاع نظيفه، ما بيها حوالي درج لا حوالي شيء، يعني واحد يعمل يجيبه. حطيته بقلب مثل الحظ واحد يوم يجي ويأسس البيت، ما بده يأسس يحط خشب وشي ويسوي أساس، زاد هذا نفس الشيء. يعني ما يزبط إذا ما يحط يعني صحن واحد يحط على دايره تا يزبط معاه التنور، تا يطلع التنور زين. من دون أساس ما يمشي حاله. 9 8 ريوز واسمه 9 ريوز احطه. خلاص من حطيت الاساس ما بده هذا، ما عاد يلزم اللطش. هذا 200 تيظل كويس، مشان ما يحيس، مشان ما يطلع. نحط ملح ونحط شعر ونحط تبن ونحط، مشان ما يجي تراب مع الخبز، تيطلع خبزه كويس. ليش المرأة تصنع التنور؟ يعني هاي شغلته، هاي شغلته. يعني المرأة ما جت من بطن امها معلمة، تعلمت يعني هالصنعة خفيفة ونظيفة، يعني بيدها تكسب منها. هذه هي، يعني هي مو فرض على الزلمة، عليه العمار، عليه يعني يتشلي، عليه يسقي، عليه يسوي، بس هذه يعني صنعة المرأة. يعني إذا تعلمت لها الصنعة هاي خفيفة ونظيفة، يعني لا تروحين لا تجين، يعني وأنت قاعدة ببيتك. مثلا اليوم حطيته بكرة لا، بعد بكرة خلص 3 أيام يجون الزباين. يجون الزباين يعني هساتين يجون، مثل هذول مسجل عليهم الفلان، هذا مسجل عليه الواحد يجي، ومثل ما قال عندي 2 3 هسه مسجلين بدهم تنورين النوب 3، هذا واحد بس بدهم النوب واحد. يعني شو تشيلون الدفعة واحدة يحطون بسيارة واحدة مشان ما يخسرون، كل واحد يخسر أجار لحاله. أجار السيارة من الرقوبة اللي هي 50,000 تشيلون يعني عدال حق التنور. طبعا المرأة هي الأساس، المرأة هي الأساس العيلة، أساس اللي تخاف على ولادها، تخاف على يعني عيلتها، يعني يومها تشتغل الهالشي هذا مشان ولادها ما يمدون ايدهم يعتازون يعني للعالم. إذا هلا ابني ما يشتغل وأني ما أشتغل، منين ما بدنا ناكل؟ ما نعتاز، بدنا نمد ايدنا للعالم. بس ليش يوم أني أشتغل هالصنعة هذه ما أعتاز؟ ما أخلي ابني يعتاز حق باكية ولا حق وحدات ولا إيش ما كان. والله تعلمته، أنا سويت لحالي تنور وتعلمته، ما حد علمني، أنا سويت لحالي تنور وخبزت عليه، ما حد حوالي، وأنا سويت تنور لحالي وقلت مشان أخبز عليه. شوفوا نجح، قمت سويت ثاني النوع والله ونجح، وأجت العالم قاموا يشوفون التنور الكويس ياخذونه، وتعلمت الصنعة. يعني أسعى شو تحطون ما تحطون، أول نحط هذا تبع البردي بالتنور، نجيب شعر نجيب نحط بيه، اشوفه يطلع كويس، وقمت اصنع 3 4. تجي العالم عندك تنور؟ اقول ايه عندي. كنت اول ابيع، اول ما اسست وقمت ابيع التنور ب 150,000، 150 ورقه، مو 150,000، 150,000، وصار على 200، وصار على 500، وطلع شوي 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 طلع. هسه لا على 30 بس انقص يعني للوحده، يعني شوف حالتها تعبانه مثلي، يعني اقول يلا خي تاخذي 25، تعبانه بنوب اقول خذي ب20. هذا شو. او بتشي يساعدونا ويشوفون يعني مساعدتنا، يشوفونا يعني لولا ما احنا بحاجه ما اشتغلنا هالشغله هذه.
يعني في واحد تعبان وهلكان والله، يعني تعب هذا إنه مو شغل يعني سوالف. أنت شفت بعينك بدي عجين، بدي مثل ما أعجن الخبز بدي عجن كويس يطلع تنوره كويس. أحب الصنعة، أحب الصنعة ليش؟ إني مستفيد منها، أحب الصنعة إني ما مد إيدي للعالم، لولا بي ركاش وتغريس وشي أروح أشتغل، بس أحب الصنعة ما عندي غير هالصنعة. أحب الصنعة مشان أعيش من وراها، آكل خبزة.